السلام عليكم. تطير بعثة النادي الأهلي إلى الجزائر برئاسة محمد الجرحي عضو مجلس الإدارة ومارسيل كولر، ما يتوجه معاه 23 لاعب، طبعا من غير آلو ديانج، من غير عمرو السولية اللي اتصف في التدريبات النهاردة. ظاهرة غريبة حكاية اللاعب، يعني حماس زايد، جهد. طبعا اللاعب بيتصاب في التدريبات، يعني آلو ديانج جاي من منتخبه سليم من مالي بعد كأس الأمم اللي اتلعبت في كوت ديفوار، فاتخبط في رجله في التدريبات في ركبته، يعني فحاسس بآلام شديدة. طبعا الدكتور جاب الله قال من وجهة نظر الطبية ديانج سليم، لكن هو بيشعر بآلام في الركبة وهيخضع لعملية بالليزر لتنظيف طبعا التقلصات اللي في الركبة. طبعا الأهلي سافر، عمرو السولية في صف التدريبات. طبعا الأهلي في موقف صعب جدا، 5 نقط من طرف متوشة. طبعا امر برضو يخلق جامد، يقلق جامد. الاهلي برضو معاه ماتشين بره، معاه ماتش هنا عامدية الغاني بعد شباب بلوزداد، معاه يانج افريكان هنا في القاهرة يوم الجمعة يوم 1 مارس. وان شاء الله كده يعني الاهلي من سنة برضو الاهلي كان نفس الموقف الصعب برضه، فاز على القطن الكاميروني 4 ولسع الهلال السوداني 3 في القاهرة وصعد وتتوج بالبطولة. قبلها برضه برضه في نفس المجموعة اتهزم من صن داونز 1-0 هناك في جنوب افريقيا. وان شاء الله الاهلي يفوز يوم الجمعة ان شاء الله. الاهلي معاه 5 نقط، 3 يبقوا 7، وان شاء الله طبعا الزمالك يسعى جاهدا. طبعا هم قالوا لجيزو جوميز ده بتاعهم ان الزمالك ان النوس. عرفوه طبعا حسين لبيب وسام النبيه، الناس ديات يعني عرفوه ان الزمالك ده هو الننوس. طبعا لما عرفوه هو الننوس بيطالب بتأجيل مباراة نادي الإسماعيلي. طبعا هو أجل فرقه وعايز كمان يأجل نادي الإسماعيلي. ليه بقى؟ يقول لك اصل انا لسه ما عرفتش اسامي اللعيبه. طبعا هم عشان اللعيبه تاخد على بعضيها، ان كان معاه فكره يطبقها بتاع مش عارف ايه. لكن هم دلوقتي الحاج عامر حسين هيأجل له ولا مش هيأجل له؟ الحاج عامر حسين هيستجيب لمطالب كابتن حسين لبليبو ولا لا؟ هو دلوقتي عايزين يأجلوا له ماتش نادي الاسماعيلي اللي هو يوم 19. طبعا هو دلوقتي هو ابو سليم الليبي اللي انت رايح تلعب يوم 26. طبعا هناك ناس محترمه مش زي هنا، فما ينفعش يأجلوا لك ولا ايه الدنيا. على العموم هنشوف طبعا معاه ابو سليم الليبي الزمالك هتعمل ايه. الزمالك معاه 9 نقط على ما اظن في المجموعه بتاعته. طبعا هو الزمالك مش عارف معاه 9 نقط على ما اظن، وهيقابل ابو سليم الليبي. طبعا هناك لو الزمالك بامكانيه ان هم ياجلوا ماتش ابو سليم الليبي برضه كانوا ياجلوه، بس الناس محترمه هناك مش زي هنا. ولما نشوف الكابتن عامر حسين الجدول اللي بيحطه بيطبقوا على الاهلي بس ولا نادي الزمالك برضه ما بيقبلوش مؤجلات. كده وصلت لنهاية الفيديو. لايك وشير وفعل زر الجرس، انت مش هتخسر حاجة لو عملت اشتراك في القناة. السلام عليكم.